فينا عندك أكتر. بونجور، أهلا وسهلا فيكم بقناة مس لولو. امبارح كان في حلقة لنادين الراسي ببرنامج هذا تبع كتاب الشهرة مع علياء ياسين. وسألها سؤال: من انه اكتر نجح بسوريا، انت بسوريا ولا كارث بشار بلبنان؟ وعطت رأيها هي. مثل ما شايفين كتبوا انه لانه عدد سكان سوريا اكتر من عدد سكان لبنان، فهي بتعتبر حالها انشهرت اكتر من كارث. بغض النظر كارث مشهورة ومعروفة أكيد، بس إنه بلبنان عم نحكي خصيصا. ونادين الراسي كمان معروفة من قبل، ورجعت لما دخلت بالدراما السورية كمان انعرفت بسوريا أكتر. عطت رأيها مش لأني عاملة أعمال أكتر منها ولا شي، بس لأنه عم بتقول هي كمان انه انا شخصيتها هي على انها بتنحب وهيك يعني حكي ممثلين وافلام. مو هون المشكلة. دغري 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 السوريين ما فيهن انمحنوا، تحسسوا، تكهربوا، ولعب الفار بقطون وبلشوا هجوم. لعلمك الناس ما بتحبك بزعرة، اخته لاختك واخته لهيك اللبنانيين شغلتهم عملتهم يهاجموا السوريين. وعلقت وولعت يلا وحرب. بس هلا بعد فترة منشوف نادين ومنشوف كارث قاعدين مع بعضهم عم بيأرجلوا وعم بيتصهصنوا وعم يضحكوا عليكم وعلى تعليقاتكم السخيفة. مثل من فترة وقتها كنتوا حاولتوا تفتنوا بين الدين نجيم وكارث، ورجعوا صاروا أصحاب ومتفقين، وكارث تقبلت الموضوع بكل روح رياضية. بس انتو حتضلكن هبل ومجانين وحمير وغشماء وقحباء، كل بدكم ضلكن هيك مولعين على السوشيال ميديا. هاجمونا وهاجمناهم. روحوا نقبرن ضبوا عن السوشيال ميديا يا بشم. يلا ما تنسوا تشتركوا بالقناة دايما يساعدكم كل شي. باي باي.